بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الخير على أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من خلال قناتي على اليوتيوب، وكمان تابعوني من خلال صفحتي على الفيسبوك. مبروك لرجالة النادي الأهلي، تفوق ممتاز. امبارح لعبوا قبل النهائي في كرة اليد، فازوا على الزمالك 27-25، وطبعا ده الفوز الثاني بعد ما خدوا الدوري من خلال اليومين أو 3 أيام اللي فاتوا دولت، أو أسبوع ماكسيمم يعني. وتفوق عام في كل حاجة بقى، كرة قدم، كرة يد، كرة سلة، سيدات، رجال، مقطعينهم كده. احنا ملوك الصالات، وطبعا ده من بدري. كرة القدم مكتسحينهم، ما عندناش اي مشكلة الحمد لله. طبعا ده بيرجع لمجهود الكابتن محمود الخطيب، وبيرجع لمجهود الكابتن خالد العوضي، انهم ركزوا مع بعض. وإدارة النادي الأهلي ادت كل الدعم للكابتن خالد العوضي، عفوا الكابتن خالد العوضي. وبالطريقة ديت احنا مكتسحين طبعا الحمد لله كل البطولات. لعبنا الماتش اللي هو اللي قبل النهائي، والنهارده هنلعب النهائي بإذن الله على الكاس، فإن شاء الله هيبقى دوري الكاس. طبعا امبارح احنا لعبنا المباراة، وكان المتألق عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن الحميد الجون كيبر بتاع كرة اليد، بس للأسف اتصاب امبارح، والإصابة باين عليها ممكن تكون قوية يعني. وهم مستنيين بس إن الورم اللي على الركبة دوت يهدى شوية ويعملوا إشاعة. بس الأمور كلها بتشير إن هو الموضوع ممكن يكون بعد الشر يعني، بس هو غالبا هيكون قطع في الرباط الصليبي يعني. طبعا احنا عبد الرحمن محتاجينه في البطولات اللي جاية. عندنا البطولة الأفريقية هتتلعب في صالات النادي الأهلي، وكنا محتاجينه طبعا، بس النادي الأهلي عنده برضو لعيبة تقدر تسد مكان عبد الرحمن حميد يعني. وهو لعيب ممتاز، هو كان السبب في إن احنا ناخد الدوري من الزمالك السنة دي يعني. فإن شاء الله تكون إصابته مش زي الناس ما هي متوقعة. كل مستني الأشعة، وكل مستني اللي ممكن يحصل يعني. ده بالنسبة للكرة اليد. هنتكلم تاني دلوقتي عن كرة القدم. طبعا احنا دلوقتي بالنسبة لنا السنة دي احنا بنلعب على الدوري، وبنلعب على أكتر من بطولة. والمنافس الأساسي للنادي الأهلي السنة دي هيكون نادي فيوتشر. نادي الزمالك خارج المنافسة. نادي الزمالك السنة دي الدوري مستحيل، وبالأرقام مستحيل إن هو حتى ينافس على بطولة الدوري يعني. الاهلي لازم يركز. المباريات اللي جايه مباريات تعتبر مباريات نهائي، وكمان ترتيب الجدول في المباريات مع افريقيا في تزاحم في المباريات. يعني انت عندك مثلا ماتش بيراميدز وماتش فيوتشر هيكونوا في نفس التوقيت مع مباريات الرجاء في الذهاب والاياب. فطبعا انت كده عندك 4 مباريات هيكونوا ضرب نار. فانت النهارده المفروض هتلعب ماتش فاركو، وماتش فاركو ده ماتش مهم، والفرقه برضو بتلعب كوره. فاللي احنا محتاجينه دلوقتي ان احنا نلعب كل المباريات اللي جايه ديت مباريات نهائي، مباريات كؤوس، كل ماتش بماتشه. واحنا بنطالب الجماهير والجهاز الفني انهم يركزوا لاعلى مستوى، التركيز يكون اعلى مستوى. يعني انت التحديات اللي جايه عندك هيبقى عندك ماتش السوبر، عندك بيراميدز، وعندك فيوتشر، وعندك الرجاء رايح جاي. فعندك 5 مباريات تعتبر منهم مباراة سوبر دي ما فيهاش لا مجال يعني. وعندك 4 مباريات تانية برضو ما فيهاش مجال. لازم عشان تبقى انت مستريح في الدوري تخلص على فاركو بنتيجة، وتاخد تحسم ال3 نقاط، بعدين تخش على فيوتشر او بيراميدز، بعدين فيوتشر، وفي نفس الوقت هتكون بتلعب الرجاء. وبمناسبة مباراة الرجاء انت عندك الحكم. طبعا هو الحكم خلاص اتقرر ان هو هيكون من السودان، وهو حكم ما عندوش اي خبرة، ان هو ما لعبش في الادوار ديت قبل كده في افريقيا. وهو حكم ما عندوش اي خبره، كمان زائد الحساسيه اللي موجوده بسبب ماتش الهلال، فالناس كلها متخوفه من الحكم دوت. فاداره النادي الاهلي اجتمعت وفكرت انها تعترض على الحكم، بس لقت ان الموضوع احنا ملعب، واحنا اللعيبه بتاعتنا هتكون قد المسؤوليه، وانها هتأدي، وانها
ان شاء الله الماتش هيكون عندنا في مصر، فان شاء الله هتكون المباراه في صالحنا يعني. فقالوا خلاص ملوش لازمه ان احنا نعترض على الاتحاد الافريقي او نطالب ان احنا نغير حكم. فاحنا دلوقتي هنتكلم على اللعيبه. طبعا انا تاني هتكلم على مش عارف، انا مصمم على برونو سافيو، مش عشان ان انا براهن عليه، لا، انا بتكلم في نقطه. انت دلوقتي ككولر انت راجل بروفيشنال، وراجل المفروض ان انت بتلعب كوره، واللي انت محتاج كل واحد في الفريق. طيب برونو سافيو ده موجود على النادي الاهلي ومتقيد على قائمه النادي الاهلي. الراجل بيحضر تمارينه، الراجل انت ساعات تحطه في قائمه المباريات وساعات تطلعه. طيب انت شايف الاصابات اللي عماله بتضرب في النادي الاهلي، فانت محتاج واحد زي برونو سافيو دوت يكون موجود معاك وتديله في الماتشات، وعشان انت الراجل ده في ايدك اللي انت تلعبه او اللي انت تستفاد منه يعني. اي فرد من افراد الجهاز الفني لازم يتكلم مع كولر ويفهمه ان احنا الراجل ده هنحتاجه. انت عندك لسه مباريات قوية، ما تعرفش لا قدر الله لا قدر الله ممكن يكون في اصابات، فبالتالي انت محتاجه. في طبعا اقاويل وناس بتتكلم كتير في موضوع ان هو لا، النادي الاهلي بيفكر ازاي ان هو يستغنى عنه. طيب اوكي، انت كإدارة عايز تستغنى عنه عشان كولر مش عايزه، او كولر بسبب الموقف ان هو اتكلم مع المهاجم اللي كان عايزه كولر وقال له انا ما قبضتش 10 ايام والكلام من ده. طب اوكي، ادام انت راجل بروفيشنال وجيت مع عبد القادر وخلاص وسامحته ومفيش مشكله والراجل اعتذر لك، برضو برونو سافيو ممكن كان بيتكلم بحسن نيه. انا شايف الغلط اللي هو غلط، الناس عماله بتقول لك لا ده خان النادي الاهلي وما خانش النادي. يا جدعان انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ انا بتكلم مع واحد صاحبي، ده انا متاخرين عليا بقالهم 10 ايام، بقالهم 10 ايام ما ادونيش المرتب بتاعي يعني. طيب فبالتالي انت المفروض يا كولر ما فيش حب وكراهيه. انت في موظف عندك دلوقتي اهوت، المفروض بتدي له راتب كله اول شهر وفي عقد ما بينك وما بينه، لا انت تستفاد منه. والراجل يعني لو هنتكلم بنسبه 60% وانا شايف ان هو ممكن يدي اكتر من كده، لا تلعبه. يعني انت ما تجيش على برونو سافيو وتقول لك لا انا ما بحبوش طب ما انت كنت بتلعب له كده وخد لك السوبر من الزمالك وجاب لك جول، فانت اكيد الراجل دوت ممكن تستفاد منه. فالناس كلها طالعه تقول لك لا ده هو ما بيحبوش، ده هو قافل. يعني ايه قافل منه ما بيحبوش؟ ما فيش عاطفه في كره القدم، في 1+1=2. بمعنى انا الراجل دلوقتي بيتمرن معايا، راجل ملتزم، اتكلم كلمتين ممكن يكون بحسن نيه او مش بحسن نيه، الكلام ده كله ما يفرقش معايا. انا كل اللي انا عايزه دلوقتي اللي انا استفاد من الراجل ده، عبال ما افكر انا همشيه ولا هقعده. طب ما هو ممكن يقفلها معاك يقول لك طب انا عايز العقد بتاعي كله، ساعتها هتضطر اداره النادي الاهلي تقعده. طب انت بتجمده من دلوقتي، وممكن هو يقفل معاك اداره النادي يقول لك لا انا مش همشي، انا عايزين نمشي اديني عقدي. النادي الاهلي مش هيديله عقده ليه بقى؟ النادي الاهلي محتاج الدولار دوت عشان خاطر يجيب بيه مهاجم. فانتوا يا جماعه حاولوا تبصوا لقدام شويه. برونو سافيو، وبقولها تاني، برونو سافيو لازم ياخد في الماتشات ولازم يلعب، ولازم الاداره تتكلم مع كولر. احنا بمعنى بالبلدي كده احنا بنرميش فلوسنا في الارض. طب ما انت كده كده الراجل ده بياخد فلوس، طب ما تديله. طب هيجي يقول لك في سيناريو تاني، هيجي يقول لك لا طب هيمشي بالتراضي. لو مشي بالتراضي وخلاص انتوا مشيتوه قفل الموضوع على كده اوكي. طيب ما هو ممكن يرجع يقول لك لا انا موجود معاك لغايه ما خلص عقدي اقعد. طب وبعدين؟ يبقى انت خسرت مكان في القائمه وخسرت فلوس. تاني كولر لازم تفكر في برونو سافيو. انت محتاج لعيب، محتاج اللعيبه كلها، محتاج فرد في الماتشات اللي جايه، وعندك الادوار اللي جايه في افريقيا، وعندك الدوري ولازم تفنش الدوري بفرق 3 4 اسابيع، عندك موال يعني. فانا برجو من اداره النادي الاهلي انها تتكلم مع كولر، وانها تحاول تتوفق ما بين اللاعب والمدرب. ايه يعتذر له؟ ما هو اصلا الطبيعي انا قاعد انا شغال في مكان دلوقتي وفي واحد صاحبي جاي على المكان،
ايه الاخبار عندك؟ تصدق والله انا لسه ما خدتش المرتب لغايه دلوقتي. وبتحصل في كل المؤسسات وبتحصل في كل، لو هو النادي الاهلي ملتزم بالرواتب واحنا عارفين الكلام ده كله، ما فيش حد بيطلع يشتكي من من المرتبات او الراتب. فاللي بيحصل ايه؟ انهم بيتاخروا شويه، فده طبيعي. فقال له ده اتاخروا عليا لغايه دلوقتي ما ادونيش الراتب للمهاجم اللي كان عايز كولر. اتقمص، زعل، قال لك لا دول ما عندهمش ده، واحنا عارفين ان في ازمه في الدولار. الناس عبال ما تيجي تدفع للعيبه المحترفين، عبال ما تيجي تدفع لهم فلوسهم بتاخد من بين 5 ل 10 ايام. في اي مكان في الدنيا بيحصل الكلام ده كله. فكولر عشان هو الراجل اللي هو بيتعاقد معاه وكان المفروض يجيب له اللاعب دوت زعلان، او كولر زعلان، المفروض تطلع المواضيع دي بره كل حاجه. مصلحه النادي رقم واحد، وانا هفضل مصمم ومصر على القضيه ديت، ولازم هفضل كل يوم اتكلم لغايه ما صوته يوصل لاداره النادي الاهلي. لازم يلعب، لازم نشوف له حل. ومع الخبر ده تكون نهايه حلقتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.